18 عام 18 عام وانا عايشه مع واحد الراجل. كنفيق معاه، نضحك معاه، وكنت كنظن باللي عارفه عليه كل شيء. 18 عام وانا معاشره واحد الراجل اللي كان هو السند ديالي، الحب ديالي والقوه ديالي في هذه الحياه. ولكن في واحد الليله ومع 12 وقسم بالضبط ديال الليل تليفونه بدا كيفيبري. ماشي الفيبرور اللي خلعني، لا، ولكن شكون اللي غادي يعيط له في هذيك الوقيته؟ الصوت ديال المراه عمري ما سمعته. ملي جاوبت قالت لي جمله واحده: خاصك تعرفي الحقيقه، راه راجلك ماشي ديالك بوحدك. وقطعت، وفي هذيك اللحظه حسيت الارض كتشق من تحت رجليا. بديت كنقلب، كنبحث، كنحفر في الماضي، حيت ما عمر ما بنت ليا شي حاجه حتى لقيت داكشي اللي عمري ما كنت نتصوره. سلام ومرحبا بكم، معكم صوفيا برادة، معلقة صوتية وممثلة دوبلاج على القناة الثانية. مرحبا بكم في قصة جديدة مستوحاة من أحداث حقيقية مغربية واقعية من مجتمعنا المعاش. خليكم تالاخر. 18 عام وانا كنعيش مع واحد الراجل، كيف ما قلت لكم، اللي كنشاركوا نفس الدار، نفس الفراش، نفس الحياة، نفس الأهداف، كل شيء. وفي هذه القصة اللي غادي نعاود لكم، راه في ليلة واحدة كل شيء تبدل عندنا. من مكالمة جاتو مع 12 قسم كانت كافية باش تخليني نخلي حياتي وتقلب 180 درجة. حيت هذيك الليلة اكتشفت باللي أنا ما كنت عارفة على راجلي حتى شي حاجة. سميتي وفاء، وفي عمري 36 عام، متزوجة من ياسين من هذه 18 عام. كنا كنعيشوا حياة عادية، ماشي كاملة مكمولة، ولكن عايشين حياة مستقرة. ياسين كان واحد الراجل رزين ومتبت وهادئ، حتى صوته ما كيتسمعش في الدار، وحتى كلامه قليل، وهذا الشيء اللي خلاني عمري نشك فيه. كنت كنقول مع راسي وكنت كنتباهى به وكنقول هذا هو الراجل، انا اللي مزوجة بالعيالات كاملين، هذا هو الراجل ديال الدار اللي بغيت. حتى جات هذيك الليلة اللي غادي نعاود لكم عليها. التليفون بدا كيفيبري. هو كان ناعس، ولكن انا اللي سمعته. شديت التليفون في يدي غير باش نسكتو، ولكن لاحظت باللي واحد السميه غريبه، ماشي رقم وماشي حتى شي حاجه، ولكن اسم مكتوب عليه نوال، وقلب مهرس على جوج، قلب بغيزه. ويلي كيفاش نوال وقلب مهرس؟ قلبي بدا كيضرب بزاف. واخا كان ناعس وكان حدايا، جاوبت بلا ما نشعر. ملي جاوبت سمعت صوت ديال واحد المراه هادئ ولكن كيخلع، وهي تقول لي: انا واخا تعطلت، انت يا خاصك تعرفي الحقيقه كامله، هذاك الراجل اللي حداك ماشي ديالك بوحدك. وهي تقطع عليا. شديت التليفون بديت كنشوف فيه ويديا كيترعدوا. شكون هادي؟ علاش قالت لي هادشي؟ وانا ما عنديش مع قوه التلاوي ونضر من هنا ونجي من هنا. ديك الساعه تفيقت وديك الساعه واجهته. ياسين فيق. مالك نوال، مالك؟ اشنو بغيتي؟ فيق، يلا فيق ندوي معاك. انا ياك لاباس. شكون نوال؟ وجهه بان عليه الارتباك والخوف. انا اللي مرته اول مره نشوفه بهذا الشكل الصراحه. نوال ما عرفتش، اي شي وحده واقيلا غلطه في الرقم، صافي خلي الناس. وخليته على خاطر، حيت ماشي انا حماره ما تنفهمش ولا ما عنديش العقل، خليته. ولكن من الداخل ديالي حاسه بلي كاين شي حاجه ماشي طبيعيه وماشي غير احساس، عندي يقين. ومن هنا غادي تبدا اختكم وفاء تحقق في الحياه ديال راجلها. ومن هذاك النهار بديت كنراقب الدخله والخرجه، تليفونه، خروجاته ودخولاته، وحتى التفاصيل الصغيره. حتى واحد النهار وانا نلقى واحد الحاجه، ميساج قديم ومسوح، ولكن بقى الاثر. كيف ما كتعرفوا اي حاجه كنمسحوها نقدروا نجبدوها. كاين بزاف ديال لي زابليكاسيون، وانا في بالي واخا نخلص عليه الفلوس، مهم نعرف شنو مخبي عليا. لقيت واحد التصويره، واحد الصوره ديالو مع واحد البنيته صغيره وواحد المراه حداه وشاده له في يده. الصوره ماشي انا، والبنت ما كنعرفوهاش، وانا نقرر نتبعه. واحد النهار خرجت موراه حتى وصل لواحد الدار
ماشي د العائله وما عمري ما شفتها. صونا في الصونيط وفتحت له واحد المراه، ومع انا كنت قريبه كنت كنسمع شنو كيدور ما بيناتهم. نفس الصوت اللي دوا معايا في التليفون هي انا متاكده نوال. وشفت واحد البنيته صغيره جايه كتجري لعندو كتقول بابا. ما نكذبش عليكم، فديك اللحظه كلشي تحطم. 18 عام وانا عايشه مع واحد الراجل اللي عنده اصلا حياه اخرى. وهنا قررت باش نواجهه وما نخبي حتى شي حاجه. رجعت للدار وبقيت جالسه كنتسناه. درت واحد طاس ديال القهوه وحطيت جوج ديال لي طاس وبقيت جالسه في لي فوتاي كنساينو وانا قلبي كيتحرق من الداخل. كنساينو انا كنفكر في العشره اللي دازت ما بيناتنا. كنساينو وانا قررت نبكي الدم. دخلت الدار واجهته، قلت ليه كل شيء، باللي تبعته، باللي شفت الدار، شفت المراه، شفت البنت، شفت كل شيء. من بعد ويقول لي وفاء سمحي لي بزاف، ولكن انا كنت باغي نحميك. كيفاش تحميني وانت عايشيني في كذبه؟ كيفاش تحميني؟ وهو هز حوايجو وخرج. واخر كلمه قال لي قبل ما يخرج: شوفي، انا جمعت حوايجي وغادي نخلي لك الدار. اصلا الدار كتبتها بسميتك، وحتى الطوموبيل اللي لتحت انا غادي نخليها لك، ولكن نهار تعرفي الحقيقه كامله غتندمي على هاد الهضره اللي قلتي لي وفاء. عافاك، وجهك صحيح. واش انت خاينني وعندك بنت وكتقول لي هاد الهضره في وجهي؟ عافاك غير سير، ما بغيتش نشوفك، ما بغيت نشوف وجهك، ما بغيت نعرف حتى شي حاجه. وسد الباب ومشى. انا من بعد كانت ندم معايا شويه الحال. بديت كنقول كون عطيتو فرصه يشرح ليا، ولكن راه ما قدرتش نتخيل هذيك الصوره اللي في بالي، وما قدرتش نتخيل ان الثقه غتعاود ترجع شي نهار. راه غنعيشو غير في العذاب، لا انا لا هو. انا اليوم اللي كندوي معاكم انا ماشي نفس الانسانه اللي كانت شحال هادي. انا وفاء اخرى. تعلمت باللي اسوأ خيانه ماشي الكذوب، ولكن انك تعيش مع واحد ما كتعرفوش اصلا شكون هو. انا دابا كندوي معكم من كندا، تحولت من المغرب، خرجت وانا كنعيش في كندا. قريب ان شاء الله نعاود ندير حياتي ونكمل مستقبلي. خليت له المغرب بكذوب وبكل شيء، وسمحت حتى في عائلتي، ما نكذبش عليكم. وانتي شنو كنتي غديري بلاصتي؟ وهنا غتكون سالات القصه اليوم ديال وفاء. نتمنىها تكون قصه خفيفه ظريفه على قلوبكم. تلقاو في قصه اخرى ان شاء الله. تهلاو، الله يعاونكم.